اصل انت مش راجل. انا بقولها لك، انت مش راجل. هو في راجل يسيب شغله ويروح يخدم امه؟ انت اكيد كذاب، انت بتشتغلني. قالت لي الكلمتين دول وانا مش قادر ارد عليها. هي مديرتي ورئيستي واكبر مني في السن وفي الدرجة، وباخد مرتبي منها. قلت لها محتاج ان انا اروح عشان امي تعبانة، ارجوكي اسمحي لي ان انا امشي بدري شوية عشان اراعي والدتي. قالت لي انت مش راجل، انت مش راجل، لان مفيش راجل بيسيب شغله ويروح يراعي والدته. سمعت الكلمتين منها ما بقتش قادر ان انا ارد عليها. كل اللي كان في دماغي حاجة واحدة: انت ليه يا رب عملت كده؟ انت ليه يا رب حطتني في الموقف ده؟ ليه خلتني اتعرض ان واحدة تقول لي ان انت مش راجل عشان بتراعي امك؟ هو انا غلط ولا هي غلط ولا انا صح ولا هي اللي صح؟ ما بقتش عارف ارد ومش عارف اتكلم، لكن صوت كلامي كان طالع في صمتي. صوت كلامي رد عليها في صمتي لاني مش قادر اتكلم. دموعي كانت بتتحرك جوايا لكن مش قادر ان انا اظهرها قدامها عشان ما بانش ان انا انسان ضعيف، لكن كانت بتتحرك جوايا. بصيت لها وسكت، وفي الاخر مشيت. روحت بيتي، قعدت تحت رجلين امي، وكنت بفكر في حاجة واحدة: بكلم ربنا واقوم اصلي وارجع اكلم ربنا، واقوم اصلي وارجع تاني اكلم ربنا. كنت عمال ادعي واقول اي كلام انا نفسي مش قادر افهمه، لغاية اما سمعت حاجة بتقول لي كلام معين. حاجة في ودني بتكلمني وبتقول لي كلام معين. بقيت عمال اردده ومش قادر افهمه، واردده ومش قادر افهمه، واردده وانا برضه مش قادر افهمه، لغاية اما الصوت اللي في ودني اختفى والكلام اتحفر جوايا. حفظته. كنت عمال اقوله لربنا وادعي واقول الكلام ده وادعي واقول الكلام ده، وانا مش عارف بقوله ليه ومش عارف حتى معناه ايه، لكن الصوت كان كل شويه يجيلي ان انا اكرر الكلام واكرر الكلام. قعدت على الحال ده اسبوع، كل يوم اعمل كده، كل يوم اعمل كده، واروح الشغل واقول لمديرتي تقول لي نفس الكلام، واروح لها واجرب تاني يوم اقول يمكن ربنا هداها تقول لي نفس الكلام، لغايه اما يأست. قلت خلاص مش هذل نفسي، لكن انا كنت بذل نفسي علشان خاطر امي. اليوم الثامن لما رحت لقيتها مش قاعده على المكتب. ما سألتش. اليوم الثالث مش قاعده على المكتب، اليوم الرابع مش قاعده على المكتب. قلت اسأل: يا جماعه الاستاذه فلانه فين؟ محدش عايز يرد عليا ومحدش عايز يقول لي، كأن هما مخبيين عني الخبر وقاصدين ان هما ما يقولوليش.
وانا مش فاهم ليه. والاخر لقيت واحده جايه واخداني على جنب. انا هقول لك بصراحه، فلانه محجوزه في المستشفى وعملت عمليه وتعبانه جدا وحالتها خطر. ما كناش عايزين نقول لك. فكرت على طول، قلت اروح اجري ازورها، يمكن لما تبقى هي مريضة تحس بالمرضى، تحس بتعب امي، يمكن هي تقدرني. خبطت على باب الأوضة، لقيت واحد بيفتح لي. استغربت، دخلت وانا ببص، انا عايز اقابل فلانة. قال لي انت مين؟ قلت له انا فلان بشتغل معاها. قال لي اتفضل. اول ما دخلت لقيتها هي نايمة تعبانة وهو قاعد بيناولها حاجة تاكلها. بصيت له كده وقلت كلمة واحدة، قلت له وحضرتك مين؟ قال لي انا زوجها. قلت له زوجها؟ هو حضرتك مش عندك شغل؟ ده احنا الصبح. هو حضرتك ازاي مش في شغلك؟ قال لي انت عايزني اسيب مراتي وهي تعبانة وما اقعدش اخدمها؟ سبت الشغل وقعدت اخدم مراتي. لقيتني بقول له مرة واحدة يبقى انت مش راجل. قال لي نعم. قلت له يبقى انت مش راجل لما تسيب شغلك وتقعد تخدم مراتك، يبقى انت اكيد مش راجل. وكنت مستني انه يرد عليا، وقام عشان يتخانق معايا، لقيتها هي بتقول له لو سمحت اسكت، ما تردش عليه، ما تتكلمش في حاجة خالص، هفهمك بعدين. انا قلت الكلمة اللي كانت جوايا، اللي كانت محروقة جوايا. لقيت ربنا جاب لي نفس الموقف اللي انا فيه في زوجها وهو قاعد يخدمها وانا كنت قاعد بخدم امي. نفس الكلمة اللي هي قالتها لي قلتها لزوجها وقلتها لها. بس الموضوع ما انتهاش على كده. انا طلعت وهي عينيها كانت بتدمع، لان هي دلوقتي فهمت يعني ايه ان راجل يسيب شغله ويقعد يخدم امه او مراته. فهمت لما بقت هي في نفس المكان، لما بقت هي حاسه يعني ايه مرض، حاسه يعني ايه راجل بيخدم ست. كانت بتدمع. وانا ماشي كنت باصص قوي في عينيها. كانت عينينا بتتكلم في السكوت اللي احنا فيه، لكن عينينا كانت بتتكلم وهي فهماني انا بقول ايه، وسمع صوت عينيها وهي بتتكلم والكلام طالع منها داخل في وداني، وسامع هي بترد تقول ايه. هي كانت بتعتذر لي، بس انا كان من جوايا محروق. تاني يوم قلت هروح ازورها وهطيب بخاطرها. خليني انا الاصيل، خلي الاصل من عندي، وخليني انا مسامح، والمسامح كريم. كفايه ان هي حست بغلطتها وان ربنا حطها في نفس الموقف اللي انا فيه واللي امي فيه. قلت هروح تاني يوم اخد بخاطرها، وجبت لها هديه. ورحت بخبط مفيش حد بيفتح، اخبط مفيش حد بيفتح. لقيت الممرضه جايه تقول لي انت بتسال على مين؟ قلت لها فلانه اللي كانت هنا، انا جايب لها هديه. قالت لي البقاء لله، ده ربنا توفاها. الظهر امبارح في نفس الوقت اللي انا مشيت فيه، بعدها بحوالي ساعة بالظبط ربنا اراد
انه قال لها كفايه كده، تعالي الحساب حق، والقيامه حق، والموت حق، والمرض حق. اوعى تعاير حد انت ما تعرفش ظروفه. اشوفكم يا رب بكل خير. سلام عليكم.